ناس كتير بتتلخبط بين العلاج والمسح الذري باليود المشع، بس الحقيقة كل واحد له وظيفة مختلفة عن التاني تماما. المسح الذري باليود مش علاج، ده فحص تشخيصي مهم جدا بنستخدمه علشان نعرف هل في خلايا درقية نشطة في الجسم أو هل المرض منتشر، وهل العلاج اللي فات كان فعال ولا لا. طيب ازاي بيشتغل؟ المريض بياخد جرعة صغيرة جدا وبياخد جرعة آمنة جدا من أيودين 131 أو 123، واليود ده بيروح تلقائيا لأي خلايا درقية موجودة جوه الجسم حتى ولو خلية واحدة. بعد كده المريض بيعمل تصوير بجهاز اسمه الجاما كاميرا، وبيظهر فيها الجسم كله، ولو في بؤر نشطة بتبان بوضوح، وده بيساعد الطبيب انه يقرر هل المريض محتاج علاج إضافي، وهل في انتشار للورم، وهل الحالة مستقرة ولا لا. المسح الذري باليود إجراء دقيق وآمن جدا، وبيفرق جدا في تحديد خطة العلاج علشان ناخد القرار الصح في الوقت الصح. تابعنا علشان تعرف أكتر عن فحوص السرطان، وكل يوم هتكتشف معلومة تطمنك وتقربك من الشفاء.